واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعزلي حرام ولا تعذلوني فعزلي حرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعزلي حرام ولا تعذلوني فعزلي حرام تعلم بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام وخذ عن شجوني دروس الغرام وخذ عن شجوني دروس الغرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعزلي حرام ولا تعذلوني فعزلي حرام
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه. إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه. معاليك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام همات زينك أسبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذلوا النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعشوا وأزبرانا صلى الله عليه. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والهف الآذان صلى الله عليه. وانست إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يا رب ما كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا للدعانا. يا رب ما
بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا أكتم هوانا إن أردت رضانا وهذرت به بسرنا لسوانا يا ربما كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا وخضع لنا إن كنت راجي وصلنا واترك مناك إن أردت منانا يا رب ما كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا أو ما علمت بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زالت تلوانا يا رب ما كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا نحن الكرام فمن أتانا قاصدا نال سعادة عندما يلقانا يا رب ما كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب مكة وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب مكة وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. والنور طه عبده من نبي في ذكره أعزم به منانا صلى الله عليه. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عزا وكن يقظانا صلى الله عليه. واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى برودي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت منك إني إلهي أصانا صلى الله عليه. طهره الله حمه واختاره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوكير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعداه والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعداه بشر أضحى معلنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا
والبشر أضحى معلنا يا طيبة Pakai baru. Abangnya udah itu. Cek, 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 cek. Dah, salam. والبشر أضحى معلنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشافع أنا قط لا أتوانى. حتى أنادى ارفع وسل وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا. صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقاصر أن أطاه نهانا. صلى الله عليه بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه.
صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا صلى الله ربنا على نور المبين هذا المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب فرح من فقدي حزنا صرا ربا حب لشوكه دمعا سلا ربا فرح من فقده حزنا صرا ربا حب لشوكه دمعا سلا ربا فرح من فقده حزنا صار ربا حب لشوفه دمعا سلا صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى
وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو بن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك كف واعلم بربه الأسماع لكان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا رسول الله صلوات الله عليك. كسات أصنام مشركين وبنا شركين تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع، يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت في الحشر ملاذ، لك كل الخلق تفزع، وينادون تراما قد داها من هول أفظع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا. مرحبا يا مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين، هذا مرحبا. أنت فتسجد وتنادى شفعت الشفاع، فعليك الله صلى، ما بدا النور وشعشع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا
لنا بالمصطفى جمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحياة الطالية رسول الله واختم العمر بحسنا وحسين العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد الطهر وآله وصحبه ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin, sahabat Irma dan yang menyaksikan melalui live streaming YouTube Irma Palembang yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan Masjid Sultan Mahmud Jayawikramo ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang berada di sini akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, jamaah, sahabat Irma, kuliah duha yang insyaallah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah telah hadir di hadapan kita semua guru kita sekaligus narasumber kita pada kuliah duha pada pagi hari ini, yaitu yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Hasan Basyaib LC. Beliau merupakan alumni Universitas Al-Angab Hadramaut Yaman. Pada tanggal hari ini Ahad 13 Maret 2022 bertepatan 9 Sya'ban 1443 Hijriah. Baiklah, di sini saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian tausiah agama, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat doa, yang terakhir penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita membuka acara kuliah duha pada pagi hari ini dengan membacakan surah Al-Fatihah. Ala hazihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya yaitu marilah kita dengarkan bersama-sama penyampaian tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Hasan Basyaib LC dengan tema optimalkan ibadah di bulan Sya'ban. Kepada beliau fa'alihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuku khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan demi kenikmatan, rahmat demi rahmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala teruskan diberikan kepada kita sama-sama sehingga kita bisa dapat berkumpul
dapat bertatap muka langsung dalam rangka kajian duha di Masjid Agung Palembang ini, yang mana sekaligus dalam rangka kajian ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak sembarang uang itu diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji syariat, mendalami ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita persentasekan berapa persen uang yang belajar ilmu Nabi Muhammad SAW secara fokus, baik itu di madrasah-madrasah ataupun di pondok-pondok pesantren, atau kita gabungkan dengan yang biasa, yang rutin menghadiri majlis-majlis taklim di Palembang, tidak usah jauh-jauh. Kita adakan konsensus, kita adakan pendataan berapa persen yang di antara kita pengen mengkaji ilmunya Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad sudah jauh-jauh menganjurkan kepada kita dengan sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahullahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menapaki jalan untuk menuntut ilmunya Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan menggampangkan ia untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya akses yang utama yang bisa untuk kita gampang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita mengkaji ilmu, mengkaji syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Terlepas itu modelnya becak pondok pesantren atau tadi madrasah, atau bahkan kajian-kajian yang model becak ini, atau bahkan yang biasa kita di baik itu Sebang Hulu ataupun Sebang Ile, kajian-kajian daripada guru-guru kita, itu galau-galau masuk kategori dari hadis yang barusan kita bawakan tadi. Makanya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala kita benar-benar digolongkan orang-orang yang mengkaji, memperdalami, atau bahkan ingin berusaha memahami akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita hanturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari beliau kita mengenal segala hal, dari beliau kita mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal kewajiban kita sebagai umatnya Nabi Muhammad besar adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in rahimakumullah. Ketika kita berusaha pengen membahas yang diberikan kepada kita optimal, dan untuk yang lain-lain bisa didapatkan dari saudara Agil, itu share kepada beliau. Ini galau-galau dalam rangka untuk mengoptimalkan pembahasan kita, khususnya pembahasan optimalkan ibadah di bulan Sya'ban. Dan alhamdulillah sudah tertulis sebanyak 6 lembar, 6 halaman tentang masalah optimal ibadah di bulan Sya'ban. Insyaallah itu bermanfaat. Akan tetapi secara garis besar ya, di dalam bulan Sya'ban ketika kita pengen berusaha untuk mengoptimalkan, memaksimalkan, ketika kita berusaha untuk pengen giat melakukan satu hal, kita harus tahu dulu apa nilai-nilai plus yang bakal kita tujukan tadi itu ketika kita nak pengen giat dalam beribadah, dalam melakukan ketaatan di bulan Sya'ban, kita tengok dulu apa dia dawafi artinya dukungan atau tadi nilai-nilai plus yang ada di dalam bulan Sya'ban, sehingga kalau kita sudah tahu tuh 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 bahkan
Banyak lagi, ini cuma sekedar sekilas yang kita catat di dalam kertas ini. Tapi masih banyak lagi kajian-kajian ulama-ulama mengkaji secara khusus. Khususnya banyak kita ambil dari kitab Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Abuya Maliki. Dalam buku beliau namanya Madza fi Sya'ban. Ada apa di dalam bulan tidaknya merasakan dahaga daripada masyarakat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan yang lain bulan Sya'ban adalah bulan Al-Qur'an. Di dalam ulama yang lain mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di lain kesempatan ulama lainnya mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan pengampunan. Bahkan dikatakan mengatakan di dalam sabdanya, idza dakhala Sya'ban tahiru anfusakum li Sya'bana wa ahsinu niyatakum fihi fa inna Allah azza wa jalla faddala Sya'bana ala sa'ir syuhuri kafadli alaikum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad menyatakan bahwasanya kalau sudah masuk bulan Sya'ban maka bersihkanlah diri kalian. Ini harus kita garis bawahi. Maksud daripada diri yang harus kita bersihkan, baik itu dari sifat zahir ataupun batin. Artinya dari tampak yang nampak ataupun tidak nampak, harus kita bersihkan, harus kita sucikan. Lebih-lebih terlebih dahulu adalah kita yang jiwanya kita teliti segala yang ada atau bahkan bulan sebelum daripada bulan Sya'ban yaitu bulan Rajab, kita amati kalau dalam diri kita menyambut bulan. Sebagian ulama disebutkan oleh Imam Al